ساره دي اشوف موضوعها ايه. بقول لك يا ساره، انا بقالي ساعه على الابلكيشن ده ومفيش حد عدل خالص. طب في ايه؟ يا بنتي لازم يبقى شخص فاهم، يعني داعم لطموح ويكون عنده وعي نفسي كده، وراح لدكتور نفسي عشان الاشكال اللي بنشوفها اليومين دول، وكمان شغل مستقر ويعرف يحترم المساحه الشخصيه بتاعتي ومش تقليدي. وطبعا مش مستعجله على الجواز خالص انا اصلا، لما الاقي الشخص يا المناسب بنتي. براحتي على مهلي. ثانيه يا جدو، فين يا ساره دلوقتي اشوف جدو بس؟ باي. نعم. يا بنت ارحمي صباعك، ده انت لو بتنقي رز مش هتعملي كده. مين دول اللي عماله تقلبيهم شويه يمين وشويه شمال؟ هو انت بتعملي ايه بالضبط؟ يا جدو ده تندر ابلكيشن واحده، تعمل يمين يبقى انت موافق، تعمل شمال يبقى انت رافض. يعني ده مثلا ده اكيد عنده ريد فلاج، لابس قميص مشجر في الصوره، اكيد لا. فين؟ هنا. يا ساتر. ده ابلكيشن موعده يا جدو، الناس بتتعرف على بعض دلوقتي كده. انت عارفه انا اتجوزت ازاي؟ ابويا قال لي في بنت كويسه، انا ما كنتش شفتها اساسا. وبعدين؟ رحت شفتها وبعدين؟ وشربت الشاي وبعدين؟ واتجوزنا. هنعمل ايه؟ بس كده؟ بس كده يا بنتي، ما حدش فينا كان عارف المساحة الشخصية دي عبارة عن ايه. احنا اخرنا كنا نعرف مساحة الأوضة اللي قاعدين فيها ونايمين فيها وخلاص. بس يا جدو الدنيا اتغيرت. ايوه واضح يا بنتي الدنيا اتغيرت، واضح. بقول لك يا جدو، ما تيجي اجرب لك تندر لسن طنطات. شوف كده، دي طنط سوسو، كانت انها عايشه في الزمالك، سنها 73 سنه، مناسب ليك يا جدو، عندها شقه تمليك هناك، بتحب ام كلثوم وبتحب الكلاب والقطط. ايه رايك لو عملت يمين يبقى موافق، عملت شمال تبقى خلاص لا؟ تحب اعمل لك سويب رايت؟ شقة تمليك وفي الزمالك وبتحب الست؟ وريني كده، وريني صورتها دي. يا جدو انت بقيت خبير قوي. بس استني، انت متأكدة ان ما عندهاش ريد فلاج؟ بنقول مسا على الناس الكويسه والمتفلسفه والمفزلكه. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في حلقه جديده من برنامج فزلكه وشويه دردشه، اللي بنناقش فيه موضوعات اجتماعيه ونفسيه وروحيه. حلقه النهارده بنتكلم فيها عن اخطر جريمه بتحصل فينا، وهي طريقه تفكيرنا. طب خلينا نسال السؤال الموجع بجد اللي محدش بيحب يساله: هل احنا متخلفين لان الظروف كانت صعبه، ولا الظروف بقت صعبه لان طريقه تفكيرنا فيها مشكله؟ فكره خطيره، لان الحقيقه المؤلمه العقول مش بتتولد متخلفه، العقول بتصنع. وانا هنا مش بتكلم عن الجزء الجيني الخاص بقدرات فرديه، لكن بتكلم عن العقل الجمعي للشعب وطريقه التفكير العامه. والسؤال هنا مش فلسفي ولا اقتصادي، ده اعمق من كده بكتير. ازاي مجتمع كان بينتج ومكتفي ذاتيا اتحول فجاه وبقى شاطر جدا في الاستهلاك؟ وازاي سعر الدولار اللي كان ب 43 قرش، يعني اقل من نص جنيه، بقى النهارده فوق ال 50 جنيه؟ وازاي عدد السكان اللي في 1960 كان 27 مليون النهارده احنا فوق ال 110 مليون؟ ازاي اتنقلنا من بيت عيله لشقه في كومباوند؟ وازاي بقت الافراح اللي كانت في البيت او في الشارع اكل بلدي وناس بتزغرط الكل مبسوط، دلوقتي الفرح لازم يكون في قاعه في فندق 5 نجوم؟ وازاي اتغيرت المفاهيم والقيم؟ الرشوه اللي بقى اسمها اكراميه، والغش بقى شطاره. وازاي شخصيه الفهلوي اللي اشتهر بيها المصري كانت طاغيه علينا على مر العصور؟ وازاي شكل لبسنا اتغير كمان من بيجامه كستور لقميص مشجر الى كل اللي شايفينه النهارده. في ناس بتقول لك يا فزلوك الصغير التاريخ بيتكتب بالميلاد والوفيات، انا بقول لك التاريخ الحقيقي بيتكتب بالهدوم. جدك كان متجوز جدتك عن طريق الاهل ومن غير ما يشوفها، ابوك اتجوز امك عن طريق قصه حب في الجامعه. جنريشن زي بيدور على شريك حياته على ديتنج اب، بيعمل سكرول بين الصور وبيختار كانه بيختار براند لبس او اكل. العلاقات هنا بقت استهلاكيه. يلا كوبايه الاسبريسو الجميله بتاعتك واعمل حسابك هنرجع بالزمن حبه حلوين، خلي بالك ممكن تتاخر معايا شويه. اهلا بيك يا فزدوك الصغير في رحله الفهلاوي، رحله مش بس في التاريخ لكن في نظام التشغيل بتاع عقلنا المصري، رحله حصلت فيها جريمه ولسه بتحصل، مش في الشارع لكن هنا، جريمه اغتيال لاهم اداه عند الانسان، العقل. الغريب ان القاتل مش شخص لكنها طريقه التفكير اللي تربينا عليها. وعلى فكره يا فزدوك الصغير، القاتل هنا مش رايه وسكينه ولا سفاح التجمع، القاتل الحقيقي هو طريقه التفكير اللي اتبرمجنا عليها واحنا مش حاسين. عادة العقل بيتشكل من 4 حاجات: التعليم، الثقافة، الاقتصاد، الإعلام. لو ال4 دول فيهم مشكلة، العقل نفسه يبدأ يتشوه. بيقول المفكر طارق حجي كأن العقل العربي اتدرب لقرون طويلة عشان بس يكون مستهلك للأفكار الجاهزة، مش منتج للمعرفة. المصري عبر تاريخه كان إنسان صانع. الفراعنة بنوا حضارة كاملة والأهرامات وأبو الهول. القرى المصرية كانت بتصنع أدواتها وأكلها وشربها. والمؤرخين بيقولوا لغاية سنة 1960 القرية المصرية كانت مكتفية ذاتيا بكل
كل حاجة. البيت كان فيه الفراخ والبقرة، والناس تاكل السمنة والزبدة والجبنة والبيض، والمدن كمان كانت مليانة ورش. لكن مع الوقت بدأنا نتحول من ازاي نعمل ده بقينا نفكر نجيبه منين بسرعة. زمان كان في مثل بيقول اعملها بنفسك، أول حاجة أم الاختراع. لكن في الثقافة الحديثة ظهر مثل تاني غير معلن، اشتريها وخلاص. على قد لحافك مد رجليك. المثل ده كان بيحذر من الاستهلاك الزايد، لكن الثقافة والعصر الحديث قلب المعادلة، والرسالة أصبحت اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يا فزلوك الصغير، قبل ما نبدأ في فترة الستينات لازم نرجع لورا شوية. قبل 1950 مصر كانت باشوات وأنفار. الباشا عنده الأرض وهو الأب الراعي لكل الفلاحين والعمال اللي عنده، ولو الباشا ده راجل كويس هيساعد الناس، ولو فاسد هيستعبده. لكن فجأة قامت الثورة، الباشا مشي وبدأت الدولة مشروع ضخم جدا: العدالة الاجتماعية، الإصلاح الزراعي، التعليم المجاني، والأرض اتوزعت على ناس كتيرة. ده كان عدل اجتماعي حقيقي. بس في الحياة كل حاجة ليها تمن. الأرض اتوزعت على ناس كتير، كانت أول مرة يبقوا مالكين حاجة مش بتاعتهم وما كانوش عارفين يعملوا بيها إيه، لكن ما تقدم لهمش تدريب ولا تعليم عن إدارة الحاجة دي. والنتيجة الفلاح اللي كان متعود إنه يزرع الأرض باليومية فجأة بقى مالك، وفجأة بقى قدامه قرارات مصيرية لأول مرة في حياته. هنا حصلت صدمة التملك، وفكر بطريقته الخاصة. كان بيقول يا فزلوك الصغير: الأرض اللي عندي دي لو أنا بنيت عليها عمارة وعملت عليها جراج هكسب أكتر من الفول والقمح. على الأقل شغل السايس أحسن من شغل الفلاح. مساحة الأراضي وقتها كانت 5.7 مليون فدان، بس كمان عدد السكان كان 27 مليون نسمة. مساحة الأراضي الزراعية في 2024 بقت 10.4 مليون فدان، بس السكان بقوا 110 مليون، ده حسب الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء. يعني نصيب الفرد من الأراضي الزراعية قل النص تقريبا. لما بدأت الناس تبني بيوت على الأراضي الزراعية وقتها بدأت تحصل ظاهرة تجريف الأرض، وفي نفس الوقت وزي ما حصل تجريف الأرض الزراعية بدأنا في مرحلة تجريف العقول. التعليم المجاني بدأ يتحول لتلقين وحفظ. التعليم ما بقاش وسيلة للفهم، وبقى وسيلة للحصول على شهادة كأنه جواز سفر اجتماعي. أبويا كان يقول لي يا فزلوك الصغير: لولا مجانية التعليم أنا لا كنت اتعلمت ودخلت كلية هندسة. وادي نتيجة التعليم المجاني: فزلكة وشوية دردشة، والفزلوك الصغير بيصدعك على طول. العقل النقدي اختفى لصالح العقل النقلي، وبقت ثقافتنا ثقافة سمعية، وبقينا نكرر كلمة قالوا لي واحنا مش عارفين مين اللي قال وقال ايه وقال لمين اساسا. لكن بدينا نستخدم سلاح تاني في الوعي او اللاوعي اسمه سلاح المغالطات المنطقية، اللي اتكلم عنها عادل مصطفى في كتابه. هي ببساطة طرق ذكية لخداع العقل وخداع الاخرين، واخطر حاجة فيها بجد انك ممكن تستخدمها وتكسب بيها اي نقاش حتى لو كنت غلطان 100%. لو ركزت في نقاشاتنا اليومية هتكتشف ان اغلبها مش نقاشات موضوعية، هي مسابقات مين يزعق اكتر، مين يسخر ويتنمر اكتر، ومين يشخصن الموضوع اكتر. وبقينا بدل ما نرد على كلام الشخص نشوه سمعته ونشوه الشخص نفسه. لكن بعيدا عن السياسة وبسبب حرفة الزراعة للمصري خلت حياته بسيطة، لكن كمان كان فيها هدوء وصبر. والدليل على كده لما تروح كمان تسمع الأغاني. مثلا أم كلثوم كانت بتغني أنا في انتظارك. الأغنية دي كانت بتستمر نص ساعة وساعة كمان، مش 30 ثانية ريلز. الناس كان عندها صبر وكان عندها وقت وكانوا بيستمتعوا ويعيشوا اللحظة. تخيل بقى فزلوك الصغير لو أم كلثوم نزلت أغنية على تيك توك النهاردة، كانوا عملوا لها سكيب بعد 10 ثواني وكتبوا لها في التعليقات: بص يا أم كلثوم اختصري، وقت النت هتخلص، بدل ما كان يتقال لها عظمة على عظمة يا ست. والأغنية كانت عميقة وفيها معاني، وتقعد تستمتع بالساعات وانت بتسمعها وتحس فيها بتجربة حقيقية وعميقة. دلوقتي المهرجانات حب الحمار والعنب. لكن كل ده كان في ثغرة مستنيانا. في 67 حصلت النكسة والجيش اتهزم والخطاب الجماعي اتهز. الناس اللي كانت مصدقه نفسها أمة عظيمة فجأة لقت نفسها في الأرض. بعد النكسة سعر الدولار بدأ يهتز لأول مرة، ظهرت الطوابير الجمعية لأول مرة، وبدأ يظهر نوع جديد من التفكير. لنفترض إنها مؤامرة، أكيد هي مؤامرة. وقتها بدأنا نهرب للماضي عشان ما نواجهش الحاضر بتاعنا ونقول إحنا الفراعنة اللي علمنا العالم كله. جلال أمين قال: الستينات خلصت بجرح كبير، جرح الهزيمة، بس المهم إن المصري وقتها كان عنده أمل وعزيمة. كان لسه مصدق إنه يقدر ينهض تاني، وما كانش عارف إنه العقد اللي جاي مجهز له هيديله صدمة تاني مختلفة تماما. وزي ما بتقول الدكتورة عزة عزت في كتابها التحولات الشخصية المصرية: المصري تميز طول عمره بكونه ذكي، متدين، طيب، فنان، ساخر، وعاشق للاستقرار. لكن بناء على مقال الدكتور محمد المهدي بيقول حصلت تغيرات واضحة وكبيرة وجذرية في الشخصية المصرية. بعضهم استخدم ذكائه في الفهلوة، والدين بقى ليه أشكال وألوان، والطيبة قلت وحل محلها ميول عنف أو عدوانية سواء كانت باينة أو مستخبية. الجانب الفني اتأثر بالتلوث والعشوائية، والسخرية
بقت اشرس واعنف وتحولت لتنمر. وكمان حب المصري للاستقرار اتزعزع، بقى كتير من الشباب عنده حلم بس يسافر بره عشان يحقق طموحه اللي بقى صعب يحققه في بلده. لكن في وسط التحولات دي في حاجه فضلت ملازمه المصري من ايام الفراعنه، وهي صفه الفهلوي. دكتور حامد عمار المفكر الكبير عرف الفهلوي انه الشخص اللي يقدر يتعامل مع الجن الاحمر ويعيش مع ملائكه السماء في نفس الوقت من غير ما يتعب او يتشتت. الفهلوه دي مش مجرد شطاره، الفهلوه دي كانت بالنسبه للمصري اسلوب حياه. المصري عاش تحت حكم فراعنه، رومان، عرب، مماليك، عثمانيين، انجليز. كل واحد فيهم كان عايز يشتغل ويخلص. وقتها المصري شغل دماغه واستخدم التكيف مع الظروف عشان يعيش، وكان لازم يتعلم المسايره سطحيه. دكتور احمد عكاشه قال ان الفهلوه دي كانت وسيله المصري القديم في انه يتهرب من الضرايب، يتصرف كانه غلبان ومسكين عشان محدش ياخد منه حاجه. ونفس الطريقه بتشتغل لغايه النهارده في المصالح الحكوميه. الصناعي دلوقتي يا فزلوك الصغير عشان يشتغل يوميه بس في مشروع معين يقول لك انا اللي صبيت السقف كله. الفهلاوي هو اللي يقنعك ان العيب اللي في العربيه ده ميزه عشان الموتور يتنفس. احنا شعب قدر يحول النصب لوجهه نظر، والمعروف ان المصري ما يعرفش يقول ما اعرفش، ولو سالته على مكان معين وهو ما يعرفوش فين هيسالك ويقول لك هو قال لك فين. الستينات كان اخر عصر كان فيه امل جماعي، عصر البيجامه الكستور. بعد كده الباب اتفتح ودخلنا عصر جديد، عصر القميص المشجر، وبدا كل واحد يحارب ويصارع لوحده، وبدا عصر الشاطر اللي ياكل. في الحلقه الجايه هنشوف ازاي الباشا اختفى وظهر رجل الاعمال الجديد، وازاي الهجره للخليج غيرت جينات المجتمع المصري، وازاي ان الفيديو بقى اهم من الكتاب، وازاي الاستهلاك المظهري بقى هو العلامه الجديده والمميزه للعصر. استناني الاسبوع اللي جاي فزلوك الصغير في حلقه جديده من فزلكه وشويه دردشه. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده، تعمل سبسكرايب لو بتشوفني على قناتي على اليوتيوب.